عن كده لبدايه الحضانه. وانت بتايد هتعمل مشروع زي حالاتي كده، وبتبدا تسمي الله وبتجمع الحمام بتاعك او بتولفه لبعضه. يلا بينا نشتغل مع بعض. بنضيف بقى عليهم ايه بقى؟ تعالى كده اللي انت شايفه ده. طيب ده ايه يا مصطفى؟ او اللي انت شايفه ده ايه يا مصطفى؟ اللي احنا بنضيفه على الحمام ده يا جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا صباح الفل على كل اخواتنا وحبايبنا وتابعين مصطفى. طبعا يا جماعه احنا عارفين ان احنا النهارده ايه؟ بنصور لوحدنا. خطوه بسيطه بالنسبه للكلفه، علشان الكلفه ديت او الاكل اللي بناكله للحمام دوت بيبقى اسباب بيجيب للحمام اسباب خطيره جدا. في حاجه سهله خالص انت ممكن تستسهلها وتحطها لايه؟ للكلفه بتاعتك. تمام؟ دي الكلفه بتاعتنا او الاكل بتاعنا. تمام؟ وهقول لكم دلوقتي على كذا نوع وكل حاجه للكلفه. بس الاول انا حابب ان انا اوريكم بس حمامتين. بالنسبه لحد قال لي ايه؟ وانت سايب يا مصطفى الحمامتين دول هنا ليه؟ مالهمش معاك اي لازمه. طبعا يا جماعه الحمامتين دول من عند مصطفى وامل على السطح، وهم بفضل الله الحمام ده حمام حنين. حمام حنين، حمام حنين ازاي؟ انا منزل كل ده ان شاء رب العالمين عامله كحضان. ده حمام يا جماعه شقلباظ اهوت، اللهم بارك، والنتايه بتتجمع في حصى. ده شقلباظ عادي خالص، يعني مش هقول لك الحاجات اللي هي الواو لا، بس دايما الحمامتين اللي هم دايما هتخليهم حضان عندك لازما يكونوا حنينين. طبعا شايفين الريش الحمام ده ما بيتمسكش خالص نهائي، لان هو طاير عندي على السطح. طيب بالنسبه بقى للحضان الثاني، تعالى افرجك بقى على الجمال وجمال العيون بفضل الله. بره كده يا باشا، بره كده على الذكر ده، والنتايه توأمه. طبعا الحمام ده يا جماعه ما بيتمسكش، فهو يعني انتوا شايفينه عمال يفرغ فيا وبرجله وشغال. بره كده بسم الله ما شاء الله على العيون. شايف؟ يا رب يكون واضح معاك، يا رب يكون واضح. ده ذكر كده مراسله، ده عندي بفضل الله طالع عندي وطاير عندي وعلى سطح. اوريكم بقى نتايته احسن منه ان شاء رب العالمين. الحمام ده قلنا لايه؟ قبل ما نتكلم نتايه برضه بتجمع في الحصى. قلنا لايه؟ للحضان. تمام؟ الحمام ده حضان كويس. اهم حاجه في الحضان يكون حنكه كبير، حنكه واسع، فتحه الحنك بتاعته تمسك كده من تحت. شايفين الحنك؟ بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ علشان يقدر يزق الزغلول كويس، ياخد حنك الزغلول كويس كله في حنك. ده الجزء اللي انا لسه موريه لكم اهو. شايفين الجمال؟ طيب سيبك من الجمال ده، خش على الجمال ده. اللهم بارك يا رب العالمين. طيب سيبك من الجمال ده. ده الحضان بتاعي اهوت يا جماعه. ده الحمام الحضان اللي انا بعتمد عليه بفضل ربنا سبحانه وتعالى. شايف؟ دول زواجل اهو. تمام؟ زواجل اهي. ده الحضان اللي مصطفى وامل بيعتمدوا عليه على سطحهم بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ودي الاوضه الجميله. طيب الكلفه بتاعتها هي بتبقى عباره عن كذا حاجه. تمام؟ ديت بدايه الكلفه بتاعت الحضان بتبقى ذره عويجه، بتبقى فول حبايه فول صغيره خالص يا جماعه، زي ما انتم شايفينها كده، حبايه صغيره، حبايه ذره، حبايه بسله صفراء، حبايه قرطه. تمام؟ ده ما بكترش عن كده، وشويه عدس صغيرين، ما بنزودش عن كده لبدايه الحضانه. وانت بتايد هتعمل مشروع زي حالاتي كده، وبتبدا تسمي الله وبتجمع الحمام بتاعك او بتولفه لبعضه. يلا بينا نشتغل مع بعض. بنضيف بقى عليهم ايه بقى؟ تعالى كده اللي انت شايفه ده. طيب ده ايه يا مصطفى؟ او اللي انت شايفه ده ايه يا مصطفى؟ اللي احنا بنضيفه على الحمام ده يا جماعه بنضيف الحلبه. الحلبه الحصى بنضيفها كده اهو على الاكل. بنضيف الحلبه كده يا جماعه على الاكل زي ما انت شايف، وبنقلب الاكل كويس. وبعد ما بنقلب الاكل بتاعنا كويس بندي كبشه واحده. يعني ايه كبشه كده بايديك؟ بسم الله ما شاء الله بسم الله. بندي كده، بنقلب الحمام كله الكبشه بتاعتنا. تمام؟ اهو اللهم بارك. اتفرج كده على الاكل، وبتاع الحلبه ماسكه في ايديا على فكره يا جماعه جميله جدا وممتازه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طيب الحلبه تعمل ايه؟ الحلبه هتزود عندك نسب الخصوبه، هتخلي صحه الطير بتاعك جيده جدا، هتخلي صحه الطير بتاعك بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله من عليها. تمام؟ اتفرجوا كده مع بعضنا.
اللهم بارك يا رب العالمين. هي كبشه واحده كل جزء يا جماعه، و10 دقايق. اقول لكم برضه على معلومه، المعلومه ديت مهمه جدا ومفيده جدا. بس ثواني خليكم معايا. الحمام بتاعنا كله بيكلف اهوت وكله بياكل بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ايه فايده الحلبه معانا؟ زي ما قلت لك، فايده الحلبه زياده الخصوبه عند الطير بتاعك. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. تاني حاجه صحه جيده جدا ممتازه 100% بفضل ربنا سبحانه وتعالى. بتلاقي مفيش برد، ما بتلاقيش اسهالات. السالمونيلا بالذات يا جماعه، علشان اللي بيشتكي من امراض السالمونيلا. الامراض السالمونيلا ديت امراض خطيره جدا وفيروسيه وحشه جدا. لما بتيجي بالنسبه للطير بتعدي كل الطير اللي عندك. يعني السالمونيلا ديت يا جماعه معديه وقويه للحمام، بتجيب من الاخر وبتجيب اجله. طيب نحافظ على صحه الحمام ده ازاي؟ مش بكتر الادويه، ولا هقول لك ادي ادويه كتير ولا كلام من ده. نحافظ على صحه الحمام بحاجه بسيطه، بالحلبه الحصى، بالشيح، بالعسل الاسمر، بالحاجات اللي هي فيها اعشاب طبيعيه ندخلها جوه جسم الطير بتاعنا، هيقدر ان هو يستفيد منها. لكن لو دخلت له جوه جسم الطير بتاعنا ادويه، فانت اول حاجه بتهريها، بتهري الكلى وبتفرتك الكلى عند الحمام، وربنا يا رب يسترها علينا وعليكم. يلا كده يا جماعه طلعنا برضه على السطوح بتاعتنا اهيت، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. هنقول لكم طبعا الطيور دي كلها بتاكل ايه، وهنقول لكم ايه برضه لزياده انتاج البيض. ومش هطول عليكم، لزياده انتاج البيض دي الاوضه بتاعت البيض يا جماعه، بتاعت الطيور اللي هي بتبيض فيها، بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. زي ما انت شايف كده، تلاقي في السبته، بتلاقي هنا بنطلع مره الصبح زي ما احنا متعودين، ومره اخر النهار زي دلوقتي نطلع نلم ايه، نلم البيض. وده شويه الحمام اللي اتفضلوا في الاوضه. الاوضه دي طبعا كانت مليانه من الحمام زي ما انت شايف كده يا باشا. دي كانت مليانه من الحمام بتاعنا، بس طبعا احنا نزلناه تحت كله علشان نجمعه لبعض، وسيبنا هنا كام جوز فقط لا غير. طبعا الحاجه اللي بتحسن من البيض هي الحاجه الوحيده اللي هي الحلبه، بسم الله ما شاء الله. الحلبه الحصى دي يا جماعه ممتازه جدا، قدرت تعملها وتحط لهم الميه بتاعت الحلبه على الميه اللي هم بيشربوها، يبقى خير وبركه. عملت لهم الحلبه وحطيت لهم الحلبه على الاكل ولا على الكلفه زي ما انتم شفتوها دلوقتي بالنسبه للحمام ولا الطيور، يبقى خير وبركه. ومعاكم الوز اهوت، اللهم بارك. مش عارف هو قدامه قد ايه ويبدا يطلع، بس الله المستعان. بسم الله. ده الوز ده يا جماعه راقد عندي اهو، الله المستعان. لازم نطمنوه، يعني نطبطبه عليه كده علشان خاطر ايه، ما يبوظش البيض بفضل ربنا سبحانه وتعالى. لازم نطبطبه عليه ونهدوه خالص. طبعا الوز ده يا جماعه اهم حاجه عند الوز، اديله مكان يرقد فيه لوحده في الاوضه. ما تسيبليش الوز في وسط الطيور زي ما انت شايفه كده وتقول لي اصل هيبيض ويرقد. عمره ما هيرقد، هو هيبيض بس مش هيرقد، واذا رقد هيبوظ لك البيض. تمام؟ فخلي بالك من المعلومات اللي انا بقولها لك، حاجات بسيطه بس خلي بالك منها. ودي روميه يا جماعه طلعت لنا كتكوتين وما حصلش نصيب فيهم، تمام؟ ماتوا اهمالا مني انا، مش اهمالا من اي حاجه، اهمالا مني. لكن الام شاطره وكويسه وممتازه بسم الله ما شاء الله. فانا كشفت على البيض اللي تحت منها كويس، ولا لقيته بايظ ولا لقيته فاضي، لقيته كويس. وتيجي تعالى كده ناكل الطيور مع بعضنا. معلش اسف على التصوير علشان يا جماعه انا بصور لوحدي، او في حاجه معلش اعذروني. وانا عارف اخواتي اللي في ظهري قسما بالله يعني جزاكم الله كل خير، لان انتوا عارفين امل لسه والده ولسه قايمه، فمش هتقدر تتعامل معايا، ولسه تعبانه بجد، لسه تعبانه. ربنا يطمنا عليها على خير. ده يا جماعه العلف بتاعنا اللي احنا بناكله للطيور بتاعتنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى زي ما انت شايف كده. طيب ايه هو يا مصطفى العلف ده؟ العلف ده التركيز 18% بياض. تمام يا حبايبي؟ علشان بس نبقى واضحين، العلف ده تركيز 18% بياض. بعمل بالعلف ده ايه يا مصطفى؟ بحسن زياده انتاج البيض مع الحلبه. الشرط اللي احنا يا جماعه نحط حلبه لوحدها، لازم نحسن من البيض مع الحلبه، يعني ما ينفعش ولا حلبه لوحدها ولا علف لوحده. العلف ده كويس جدا بالنسبه للبيض عند الطيور. طيب علشان اخلي الطيور عندي تبيض اكتر وباسرع وقت وما تطلعش عندي بيض، اساعدها بالحلبه بفضل ربنا. الحلبه ديت لجميع انواع الطيور، ما بقولكش الحمام بس، ما بقولكش الكراف، ما بقولكش البط، الكلام من كده لا، بفضل ربنا سبحانه وتعالى. لاي طير عندك على السطح حط له يا باشا من الحلبه، وربنا يزيدك ويبارك يا رب العالمين. يلا بينا نخش كده على اوضه البيض نشوف ربنا كرمنا بايه النهارده.
طبعا دي الاوضه اهيت يا جماعه بتاعت البيت. تعالى كده نتفرج مع بعضنا. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. نخش كده على اول سبت على طول. دايما ربنا يجعلنا من اهل اليمين يا اخوات. اللهم صل على كامل النور، بسم الله ما شاء الله. المشاريع ديت مشاريع كويسه ومشاريع ممتازه. ابدا اعملها ورا شغلك، اتعامل، مش هتخسر حاجه، لا بالعكس انت كسبان. يعني جنب شغلك كده هات لك شويه فراخ وربيهم، على الاقل خالص هتفيد عيالك. لو عندك اطفال هتفيدهم ببيضتين فلاح يكونوا كويسين، تمام؟ هتفيدهم، هيكونوا صحتهم كويسين بفضل ربنا سبحانه وتعالى. هتلاقي منها مشروع تحسن منه الدخل عندك. ازاي احسن منه الدخل؟ يعني مثلا انا مرتبي ملوش دعوه بالمشروع بتاعي ده. المشروع بتاعي ده انا هبدا مشروع صغير مع مصطفى وامل ونكملوا الدنيا مع بعضنا. هتبدا مثلا ممكن تبقى لك ب50، تبقى لك ب100 جنيه بيض. ما تستعيبهاش، الشغل عمره ما كان عيب ولا عمره كان حرام. لو الشغل عيب وحرام انا ما كنتش اشتغلت الشغلانه ديت. وانا فخور ان انا شغال في قلب الطيور، الحمد لله رب العالمين. الطيور اللي قدامك ديت هي فخر المصطفى وامل بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وهي سبب سعدي، وهي سبب فرحي، وهي سبب بقيت معيشتي يا جماعه في الحياه بفضل ربنا. كل ده على الطيور، ايوه كل ده على الطيور. انا من غير الطيور ما اعرفش اعمل اي حاجه، ولا اعرف اروح ولا اجي قسما بالله. وزي ما قالوا كده، قال لك ايه يا عم، ربنا يدوم علينا نعمه الشقه، احلى نعمه في الدنيا. انا مش هطول عليكم اكتر من كده. احلى اخوات في الدنيا، صباحكم مليان بالخير والرزق والتفاؤل. يا ريت تدعموا اخوكم مصطفى في الله، علشان انا بصور لوحدي، وطبعا انا طول ما انا لوحدي عمري ما هكون زي امل وهي معايا بتساعدني واقفه جنبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.